السلام عليكم، أنا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري. النهارده هنتكلم عن الجريدينت ديسنت. الجريدينت ديسنت هو اوبتمايزيشن الجوريثم. اللي احنا بنحاول نعمل له اوبتمايزيشن ايه؟ احنا بنحاول نعمل اوبتمايزيشن لللوس فانكشن. احنا هنتكلم في الكونتكست بتاعت اللينير ريجريشن. اللوس فانكشن لللينير ريجريشن هي المين سكوير ايرور. الجريدينت ديسنت بيستخدم في ان احنا نعمل اوبتمايزيشن لللوس فانكشن دي. نعمل لها اوبتمايزيشن يعني ان احنا نجيب البارامترز اللي بتحقق اقل لوس. اللوس ما بين الايه؟ اللوس ما بين البريدكتد فاليو والاكشوال فاليو، عشان احنا شغالين على سوبرفايزد ليرنينج تاسك. ايه هو بقى الجريدينت ديسنت؟ الجريدينت ديسنت فكرته ببساطه ممكن نديلها انالوجي كده، اللي هو لو انت تايه على جبل. انت تايه على جبل، مش عارف عايز تنزل من الجبل ومش عارف تمشي في انهي دايركشن، وحواليك كله فوج، كله حواليك ضباب، انت مش شايف انهي دايركشن هو اللي تنزل فيه احسن عشان انت عايز تنزل بسرعه. فانت هتحاول تحسس برجليك واحده واحده، تشوف اكتر حته السلوب فيها ستيفست، اكتر حته نازله، اكتر حته نازله لتحت. حاسس برجلك كده اكتر حته نازله لتحت دي هتمشي في الدايركشن بتاعها. فهو ده الجريدينت ديسنت. فاحنا هو ازاي بقى الجريدينت ديسنت بيشتغل؟ الجريدينت ديسنت بيشتغل بان انت في الاول بتعمل راندوم انيشاليزيشن للثيتا، للبارامترز اللي هي اول ثيتا عندنا دي. وبعد كده بتقعد تعمل ستيبس تاني لحد لما توصل للثيتا اللي بتحقق اقل لوس، اقل كوست. فانت بتعمل كده ازاي؟ بتعمل كده بان انت بتجيب الثيتا القديمه اللي هي اول ثيتا احنا عاملينها دي، وبتماينس منها الفاليو دي. الفاليو دي الالفا دي اللي هي الستيب سايز. الحته الثانيه دي ده اللي هو الجريدينت، ده اللي هو الجريدينت بتاعت اللوس فانكشن وذ ريسبكت تو البارامتر. بتقعد تحسب، يعني احنا كده هنا هنحسب الثيتا، هنحسب الثيتا الجديده، البارامتر الجديد من الثيتا القديمه، وهنحسب الفاليو دي هنشوف ازاي نحسبها بعدين. وبعد كده في الستيب اللي بعدها بتروح جاي حاسب الثيتا اللي موجوده هنا دي من الثيتا اللي قبلها، والفاليو برضو بتحسبها تاني اللي هي الالفا في الجريدينت. وبتقعد تعمل كده لحد لما توصل للثيتا اللي بتحقق اقل كوست، اللي هي الثيتا دي. انت بتعرف منين بقى ان الثيتا دي بتحقق اقل كوست؟ لما تيجي تحسب الجريدينت تاني بتلاقي الجريدينت بزيرو. تلاقي الجريدينت بزيرو عشان خاطر ما فيش سلوب للكيرف. فانت كده لما تيجي تحسب الفاليو دي كلها تاني وتلاقي الثيتا الجديده هي الثيتا القديمه، يبقى انت كده وصلت لبلاتو. البلاتو ده احنا في السيناريو بتاعنا ده هنقول ان دي اقل ثيتا. بس في سيناريوز تانية البلاتو ده بيكون مشكله، بنكون محتاجين نشتغل عليها. لان احنا عندنا هنا المين سكوير ايرور كونفكس. كونفكس يعني ليها جلوبال مينيمم واحده. فانت بتقدر توصل اول لما توصل للبلاتو بتكون عرفت ان انت وصلت للمينيمم لوس. في فانكشنز بيبقى شكلها شكل تاني غير الشكل الكونفكس ده. لما توصل للبلاتو مش بيكون اكيد ان انت وصلت لاقل كوست او وصلت للجلوبال مينيمم. فهي دي فكره الجريدينت ديسنت. احنا هندخل بقى حته حته على ازاي بيتحسب وايه الفرق في كل فاليو، نفهم كل فاليو بيتحسب ازاي ونفهم الدنيا يعني كلها. فاحنا اول حاجه هنتكلم عليها هي الستيب سايز. الستيب سايز اللي هي الالفا تايمز الجريدينت. ده الستيب سايز. الستيب سايز احنا الالفا دي ايه اصلا؟ الالفا دي هايبر بارامتر احنا مزودينه عشان نقدر نتحكم في الستيب سايز. طب ليه انت تتحكم في الستيب سايز؟ عشان خاطر لو انت الالفا عندك عاليه قوي هيحصل اوسيليشنز. والاوسيليشنز دي بتخليك ما بتقدرش توصل لاقل كوست. يعني احنا هنا البارامتر او الثيتا اللي هتوصلنا اقل كوست هي الثيتا اللي المفروض تكون هنا، انت ما بتوصلهاش. يعني احنا ابتدينا هنا بتقعد تأوسيليت جامد عشان خاطر انت الالفا عندك عاليه قوي، فالفاليوز الجديده بتاعت الثيتا بتقعد تأوسيليت جامد. طيب لو انت عندك الالفا اللي هي الهايبر بارامتر اللي احنا مزودينه قليل قوي، فانت بتتحرك ببطء قوي عبال ما توصل لاقل للثيتا اللي بتحقق اقل كوست، هتاخد وقت كتير. طيب ما انت هتقول لي ماشي وقت كتير مش مشكله، بس المهم نوصل لها.
مش دايما بقى بتوصل لاقل حاجه. يعني احنا عشان خاطر عندنا المين سكوير ايرور فيها المين سكوير ايرور عندنا فيها المين سكوير ايرور عندنا كونفكس، فاحنا هنا واحده واحده بالسمول ستيب بالسمول الفا هنوصل لاري ايرور. بس مثلا عندك في فانكشن زي الفانكشن دي، انت السمول ستيب سايز هيدخلك في لوكال مينيمم. يعني انت دي هنا عندك لوكال مينيمم، فانت تكون حاطط الالفا صغيره هتتحشر جوه اللوكال مينيمم دي، مش هتقدر هتوصل هنا وهيقول لك ده يا عم بلاتو والثيتا الجديده هي الثيتا القديمه، فخلاص هتعمل اسامبشن ان ده البارامتر اللي بيحقق اقل لوس. وفي الحقيقه مش بيكون هو، احنا عندنا تانية جلوبال مينيمم. فانت محتاج الاوسيليشنز اللي كانت وحشه هناك دي انت بتكون محتاجها في سيتويشن زي كده عشان تطلع من اللوكال مينيمم دي وتقدر توصل للجلوبال مينيمم. الكيرف ده برضو بيدينا معلومه تانية، بيدينا المعلومه التانية ان هو ايه، ان هو البلاتو. يعني انت مثلا عندك لو انت الانيشال ثيتا بدأ من اليمين، لو احنا بادئين بالانيشال ثيتا هنا مش بادئين بيها هنا، انت هتنزل شويه شويه هتروح جاي واصل لبلاتو، تروح جاي واصل لبلاتو، وفي الحقيقه انت بعيد خالص عن الجلوبال مينيمم. فدي مشكله، دي مشكله بيبقى ليها حلول بان انت تستخدم الجوريزمز تانية غير الجريدينت ديسنت، موديفيكيشنز من الجريدينت ديسنت، في ادم اوبتمايزر، في ادا جراد، في حاجات تانية ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. بس عشان نبقى فاهمين الستيب سايز ازاي بتاثر. الستيب سايز في الايكويشن اللي هي الليرنينج ريت، اللي هي هنا في الايكويشن دي اللي هي الالف. تاني حاجه بتاثر على الجريدينت ديسنت اللي هي عدد البارامترز، عدد الدايمنشن. خلينا نشوف كده. احنا هنا عندنا، انت كده كده شايفني دلوقتي في 2 دي بلين، انت شايفني في الاكس وشايفني في الواي، فانت عندك سكرين فلات. الحياه 3 دي، في اكس وفي واي وفي زد، في ديبث في الموضوع. لما تيجي مثلا تشوف حيطه هتلاقي ليها ديبث وهتلاقي ليها ارتفاع وهتلاقي ليها عرض. الحياه عامه 3 دي. فانت عندك الداتا بقى اللي بنشتغل عليها في ماشين ليرنينج بروجكتس ممكن تكون 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي. الدايمنشن الواحد ده اللي هو فيتشر، اللي هو فيتشر البني ادم، اللي هو مثلا انا اسمي محمود، عندي فيتشر طول، عندي فيتشر سن، عندي فيتشر اسم، عندي فيتشر بيلبس نظاره ولا لا، عندي فيتشر وزن. دي كلها فيتشر، فكل واحد من دول دايمنشن. كل لما انت تزود في الدايمنشنز اكتر، كل لما يبقى اصعب للالجوريثم بتاعتك وتاخد وقت اطول عبال ما هي تلاقي البارامترز احسن بارامترز، البارامترز اللي بتحقق اقل لوس. فانت لما يكون عندك دايمنشن واحد، لما يكون عندك فيتشر واحد، الماثماتكس بتكون عامله كده. دي بتكون اللوس فانكشن، دي بتكون اللوس فانكشن بتاعتك. ولما تيجي تعمل لها الديريفاتيف ده بيكون الديريفاتيف. لما تيجي بقى يكون عندك دايمنشنز اكتر، اللوس فانكشن الترمز فيها بتزيد. وتاخد بالك ده دي حاجه بتتحسب، هوريك تحت ازاي بتتحسب. دي كلها ارقام والكمبيوتر او الكود بيحسبها. يعني انت بقى بتكون بتستخدم مثلا، لو انت بتستخدم سايكت ليرن، سايكت ليرن بيعمل حاجات في الباك جراوند ده بتشوفهاش اصلا. سايكت ليرن بيستخدم لايبراري تانية اسمها ساي باي. ساي باي فيها بقى الكلام ده، لو دخلت فيها هتلاقي الحاجات مكتوبه يعني. فالمهم نرجع لمرجوعنا، ان انت لما زاد عندك الدايمنشنز زاد عندك الكومبوننتس او الترمز اللي محتاج تحسبها. ولما تيجي تحسب الجريدينت برضه زادت عندك الترمز، فالموضوع بقى كومبلكسيتي اكتر. لما تكون 3 دي الترمز بتزيد اكتر، كل ما تزود دايمنشن كل لما الكومبلكسيتي بتاعتك تزيد. فدي البارامترز. احنا كده اتكلمنا اللي بيأثر على جريدينت ديسنت. اول حاجه اتكلمنا عن الستيب سايز. تاني حاجه تعالى نرجع لهنا كده، احنا اتكلمنا على الستيب سايز، ودلوقتي احنا اتكلمنا عن الدايمنشنز بتاعه الاكس، النمبر اوف فيتشرز اللي موجوده في الداتا سيت بتاعتك. اللي هو لما تيجي تعبر عن محمود ده هتعبر عنه بكام فيتشر؟ تعبر عنه ب3 فيتشرز بس، تعبر عنه ب10 فيتشرز عشان تقدر تاخد الكومبلكسيتي بتاعت محمود كلها، فالموديل بتاعك يكون اذكى كده. ده عدد الفيتشرز اللي احنا بقى هنتكلم عليه دلوقتي، واللي هو اخر حاجه بيأثر على الجريدينت ديسنت، اللي هو انت هتستخدم داتا بوينتس قد ايه. انت عندك في الايكويشن هنا اتكلمنا عن الليرنينج ريت واتكلمنا عن نمبر اوف دايمنشنز. نتكلم بقى دلوقتي عن كام داتا بوينت. انت عندك هنا
احنا نرجع للاكزامبل تاني بتاعنا بتاع الهاوسز برايسز. عندك مثلا اول فيتشر ده، هو الموضوع بيكون عامل زي التيبل. لو انت فاميليار مع اكسل او كده، بيكون عامل زي التيبل. الرو ده بيكون داتا بوينت، الكولوم ده فيتشر. فانت مثلا عندك 3 داتا بوينتس وعندك 3 فيتشرز. اول فيتشر اللي هي البيدرومز، على 3 داتا بوينتس عندك بيت فيه 3 اوض، عندك بيت فيه اوضتين، عندك بيت فيه 4. وفي السايز الفيتشر الثانيه، عندك بيت السايز بتاعه 1.4، بيت السايز بتاعه 1، بيت السايز بتاعه 1.8. والديستنس من السيتي سنتر، بيت على بعد 10 كيلو، بيت على بعد 20 كيلو، بيت على بعد 5 كيلو. لما بتيجي تحطهم، دي الاكس اللي احنا عمالين نتكلم عليها في الايكويشنز كلها، دي اللي هي الفيتشر ماتريكس. الرو فيها داتا بوينت، الكولوم فيتشر. فانت هتستخدم في الجريدينت ديسنت كام رو، هتستخدم كام داتا بوينت. يعني خلاص اتفقنا ان احنا هنستخدم مثلا 3 فيتشرز خلاص، فانت هتستخدم كام داتا بوينت. في 3 انواع مختلفه تقدر تستخدمهم في حته ان انت تستخدم كام داتا بوينت. عندك الباتش جريدينت ديسنت، عندك الميني باتش جريدينت ديسنت، وعندك الاستوكاستيك جريدينت ديسنت. الباتش جريدينت ديسنت انت بتستخدم كل الداتا بوينتس. يعني انت هنا عندك مثلا 3 داتا بوينتس، 3 اكزامبلز، 3 بيوت، هتستخدمهم كلهم في تريننج الجريدينت ديسنت. لما تيجي تحسب جريدينت ديسنت كل مره هتستخدم 3 داتا بوينتس. الميني باتش جريدينت ديسنت، لو انت عندك 3 داتا بوينتس هنستخدم ميني باتش، مش هنستخدم الباتش كلها. هتستخدم 2 داتا بوينتس بس من الثلاثه. دي بيفرق طبعا في السرعه، وان انت بتوصل بسرعه اكتر قد ايه. لان انت لما تيجي، وان انت تستخدم ميموري قد ايه برضه. لان انت لما تيجي تستخدم الباتش جريدينت ديسنت، انت في كل مره بتيجي تحسب الحسبه دي اللي هي الجريدينت ستيب دي، بتيجي في حته الجريدينت بتاع مين سكوير ايرور، بتستخدم هنا في الاكس الداتا سيت كلها. الداتا سيت كلها في الحقيقه بيكون فيها 60000 داتا بوينت مثلا. فانت في الباتش جريدينت ديسنت هتستخدم كل مره الداتا سيت كلها. ده بيحقق لك ان انت الثيتا الجديده بتكون اكيوريت جدا، بس الموضوع بيبقى بطيء جدا، انت ما تقدرش تستخدمه. وانت في الداتا سيتس الكبيره بقى مش هتقدر تحط كل الداتا دي في الميموري. فاللي بيستخدم عاده اللي هو الميني باتش جريدينت ديسنت. الميني باتش جريدينت ديسنت في ان انت ما بتستخدمش 60000 داتا بوينت كلهم، انت بتستخدم مثلا منهم 20. انت بتستخدم مثلا منهم 20 وتروح جاي عامل ابديت للثيتا، وبعدين تروح جاي مستخدم 20 تانيين وتروح جاي عامل ابديت للثيتا. ده الميني باتش جريدينت ديسنت. الستوكاستيك جريدينت ديسنت هو الاكستريم اوبوزيت بقى بتاع الباتش جريدينت ديسنت. تستخدم داتا بوينت واحده، كل مره تعمل ابديت داتا بوينت واحده. عشان كده لما تيجي هنا في الفيجواليزيشن هتلاقي في تنطيط جامد بين الثيتس. الراندوم كومبوننت في موضوع ستوكاستيك جريدينت ديسنت عالي قوي، فانت يجي في دماغك اللي هو اكيد لا، يعني اكيد سلو اند ستيدي هيوصل اسرع او هيوصل احسن. الباتش جريدينت ديسنت هيوصل احسن بس هو انفيزبل. الستوكاستيك جريدينت ديسنت هيوصل، دي بقى المفاجاه. برضو كنا اتكلمنا قبل كده عن اللي هي اللي انت لما بتيجي تعمل سيرش على الهايبر بارامترز، كان في برضو راندومايز سيرش وكان في الجريد سيرش، كانت نفس الفكره يعني برضو. ما علينا مش موضوعنا النهارده. احنا موضوعنا احنا عندك 3 طرق تقدر تشوف فيهم هتستخدم كام فيتشر. عندك الباتش جريدينت ديسنت، كل ستيب تستخدم داتا سيت كلها، ده ما بيحصلش، دي كبيره قوي صعبه. عندك الميني باتش جريدينت ديسنت، دي هي دي اللي بتستخدم في انت بدل ما عندك 60000 داتا بوينت تستخدم 20000 داتا بوينت بس. فانت في الميني باتش تستخدم 20000 بس، في الاستوكاستيك جريدينت ديسنت تستخدم بوينت واحده بس. فهو ده اللي بيحصل. انت لو رجعت على الايكويشنز ولو عايز تعرف الموضوع اكتر، حاول تجيب اكزامبل وتحل بايدك. يعني تحل بايدك تشوف الاكس، تشوف الفيتشرز. هو الحل بالايد ده يعني دايما الواحد بيستغربه، فاهم انت ليه بتخليني اعمل حاجات زي كده على ايدي؟ بس عشان خاطر تفهمها. يعني هي كده كده بتعمل بالكود، انت عمرك ما هتحسبها على ايدك، عمرك ما هتحسب الفيكتور مالتيبليكيشن، ولا عمرك هتحسب الجريدينت بتاع 60000 داتا بوينت. ده ما بيحصلش. امال هو البي سي اصلا ربنا خلقه ليه؟ عشان خاطر يحسب حاجات كتير كده بسرعه، ده الهدف منه اصلا. بس احسبها بايدك عشان تفهم بس الجريدينت بيتحسب ازاي، وتفهم الموضوع كله من اوله لاخره. اتكلمنا على الجريدينت ديسنت، اتكلمنا ان في 3 حاجات بتاثر عليه. اول حاجه الستيب سايز، تاني حاجه النمبر اوف دايمنشنز، تالت حاجه النمبر اوف فيتشرز. انا محمود باشا، وهنا داتا ساينس بالمصري. شكرا.